أهلا بالأمارات وبأسهل طريقة هنعملها مع بعض النهاردة من غير كبة بقى وبإيه بالخلاط. يلا شوفوا الوصفة وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. معايا كوبايتين سمسم أبيض، يفضل أبيض أو المتحمص نص تحميصة مش الغامق. عايرت أنا بالكوباية، أي كوباية هتعايري بيها هنزل عليها بربع معلقة ملح وأسخنه على النار. والخطوة دي مهمة جدا إنك تسخنيه على النار بالملح. الملح بيساعد ان السمسم يطلع الريحه بتاعته والزيوت اللي فيه. جبت مطحنه الخلاط واعملي بقى حبه حبه اضربيهم في مطحنه الخلاط لحد ما تلاقي الضرب بتاعك طلع الزيت بتاعه. يعني السمسم اتحولت لزي زبده كده، زبده الفول السوداني او زبده كده. يعني مش مجرد انك تحوليها لبودره بس اطحني. انا بس عشان عملت كميه فحطيتها في الكبه، لكن انا هقلبه تاني في الخلاط، بس انا بنجز في الوقت. جبت كوباية، نص كمية الطحينة. سمسم حطيتها دقيق، حطيتها في سخنت كوباية دقيق على النار بذرة ملح برضو عشان أشيل رطوبة منه، ونزلت بقى. هنا حطيت في شفشق الخلاط، حطيت شوية زيت، يعني قولي ربع كوباية زيت، ونزلت بقى الطحينة اللي أنا ضرباها بالدقيق بس بالتبادل. شوية طحينة وشوية دقيق، شوية طحينة وشوية دقيق. النتيجة دي بتديكي أفضل طحينة من غير ما تفصل معاكي ولا ترقد ولا أي حاجة. تتنيها طحينة يعني سايلة كده وتفضيها من البرطمان لآخر معلقة. هتحطي الدقيق والطحينة وهبدأ بقى أنزل زيت شوية بشوية شوية بشوية لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه، ملهوش مقياس. انا هنا حطيت الدقيق نص سمسم، لكن اللي حابب يحط ده قد ده، بس بصراحة بيبقى طعم الدقيق باين. فانا بحب يعني الاعتدال كويس، كوبايتين سمسم عليهم كوباية دقيق. والزيت تقريبا هيبقوا في حدود كوباية برضو، مش يعني مش هتاخد منك كتير لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هتفضي معلقة طحينة، هتفضي الطحينة الزيت الأول وبعديها الطحينة والدقيق شوية بشوية لحد بقى ما تخلصي ضرب وتوصل للسيول. اضربيها حلو تبقى معاكي احلى طحينه. هت... هتكسلي في الضرب، لا هتبقى معاكي وحشه وهتفصل منك وهترقد، وهتلاقي الطحينه في حته والزيت في حته تانية خالص. شايفين منظرها عامل ازاي؟ سايله وفي منتهى الجمال. جربوا الوصفه مش هتندموا ابدا. واشوفكم يا رب على خير في وصفه جديده وسهله واقتصاديه ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير وباي باي. طبعا تحتفظوا بيها زي ما هي كده في دولاب المطبخ او في التلاجة زي ما انتوا حابين. بس بصراحه هي اقتصاديه، وخصوصا ان الطحينه بقت ب 105.